السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ أم عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بوصفة تقليدية، طبق تقليدي اللي هو رشتة بمرقة بيضاء. نروح مباشرة المقادير وكيفية التحضير. بالنسبة للمقادير أنا استعملت كيلو كامل، يعني كيلو كامل تاع رشتة. كنت جبت حبة بصل تكون كبيرة يعني ريحتها أو تقطعوها يعني مرصوات صغار. جبت أطراف الدجاج استعملوا انتم مش حبيتوا، تحبوا الفخذ تحبوا الصدر انتم مش حبيتوا، وكذلك لحم الحميزة. قليت جيدا هذاك الدجاج تاعي مدة تقريبا 4 ساعة أو أكثر. جبت اللفت تاعي بعد ما نقيتها وقطعتها إلى أنصاف، وإذا كانت حبة كبيرة قطعوها إلى 4. نخلوها تقلى كذلك مع المرقة، ونستكرفجوا كذلك حبة لفت تكون كبيرة في المرقة تاعنا كي تكون تتقلى قبل ما نمرقوا. بعد ما يتقلى لي كلش نضيفوا الزيت حوالي 6 ملاعق، نضيفوا الملح، قرفة وفلفل أسود أو توابل دجاج هذا ما كان. نمرقوا حتى نص يعني قسمة غطانا. بعد ما تطيب هذيك المرقة شوية نزيدوا لها الكورجات اللي كنا نقيناها وقطعناها. الرشتة تاعنا نشمخوها بشويه ماء وشويه ملح، نفوروها التفويره الاولى. كي نحوها نسقوها بالمرقه اللي كنا طيبناها، نعاودوا نفوروها التفويره الثانيه وندهنوها بالزبده ونقدموها في صحن التقديم كما هو موضح. نتمنى تجربوها، ما تنساوش يعني متابعه القناه، والتزيين يكون اختياري يعني كما في الصوره. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.